بسم الله الرحمن الرحيم. كيف أغير شخصيتي إلى الأفضل؟ كتبته دعاء النجار ونشرته على موقع موضوع. تغيير الشخصية بشكل إيجابي. لكل منا ما يميزه عن الآخر، فنحن لا نملك نفس القدرات والإمكانيات ولا نفس العادات والصفات، فلكل شخص مجال يبدع فيه، وهذا ما يجعل الحياة متكاملة. فلولا اختلاف قدراتنا وميولنا لما وجد الطبيب والمهندس والنجار والبناء والمعلم والمزارع وغيرهم من الوظائف المتكاملة لتلبية حاجاتنا واستمرار حياتنا. ولكن لابد من الوقوف أمام أنفسنا وتقييمها، والعمل على اكتساب العادات الحسنة والأخلاق الحميدة للرقي بأنفسنا. فكيف تغير شخصيتك للأفضل؟ هناك عدة نقاط. الثقة بالنفس. عدم إيمانك بنفسك وقدراتك سيجلب عدم ثقة الآخرين بك. قد تخفق، قد تخطئ، لكن لا بأس. تعلم من خطئك وأكمل طريقك بإيجابية. استكشف عيوبك. لا أحد كامل، جميعنا لدينا عيوب، لكن عليك أن تكتشف عيوبك وابدأ بإصلاحها وتقويمها. ابحث عما يميزك. ربما تختار طريقا وتفشل فيه، لا بأس، فالمشكلة ليست فيك وإنما في اختيارك. جرب شيئا آخر. تقبل ذاتك. رضاك عن نفسك وعما تملك من قدرات يزرع الثقة في نفسك ويرفع مستوى سعادتك ويروح بالك. سجل نجاحاتك. عندما تتزعزع ثقتك بنفسك وتحدثك نفسك بالفشل، تذكر إنجازاتك وما استطعت فعله، وأن بإمكانك المحاولة من جديد كي تنجح. فكر بإيجابية. لا تكن سلبيا بأفكارك. قل بأنك تستطيع، أنك ستنجح، ستتقدم، وكف عن التذمر والشكوى. احترم آراء الآخرين. تقبل الرأي الآخر، فلكل رأيه وفلسفته في الحياة. لا تفرض رأيك ولا تسمح لأحد يفرض رأيه عليك، فلكل منا ما يؤمن به، ولكن تقبل نقد الآخرين لك. لا تتكبر. كف عن قول أنا وأنا. لا تتعالى على الناس، فبينك وبين الناس جدران تبعدهم عنك. تواضع للناس تكسب محبتهم. تواضع للناس تكسب محبتهم. اصغي لغيرك. اظهر اهتمامك بما يقوله الطرف الآخر، وانظر إليه عندما يحادثك ولا تقاطعه. تكسب وده وتتعرف على شخصيته وتتعلم منه. إياك والتطفل. لا تتدخل بما لا يعنيك، ولا تقحم نفسك في أمور الآخرين أو تفرض نفسك عليهم. اصفح عمن أساء إليك. تسامح مع الآخرين واصفح عنهم، فجميعنا نخطئ ونكون بحاجة للصفح عنا. ضع المبررات لهم ولا تكن قاسيا. وأخيرا اقرأ. كن مثقفا. اقرأ كتابا من فترة لأخرى، فالثقافة تحسن من شخصيتك وتغذي عقلك. لا تنسى اللمسة الإنسانية. افرح لفرح غيرك. شاركهم أحزانهم. استمع لهمومهم. اسأل عن من غاب. اطمئن على من مرض. أحسن إليهم واشكرهم، واشكر من أحسن إليك. ألقي التحية وابتسم عندما ترى شخصا تعرفه. لا تستهن بالآخرين أو تقلل من شأن أحدهم. احترم المواعيد، ولا تقل إني لا أستطيع قبل أن تجرب. وأخيرا، إذا رضيت بما حواك الله من قدرات ستنعكس هذه الثقة على شخصيتك، وسيشعر بها الآخرون من حولك، فتدفعهم لتقديرك واحترامك. السلام عليكم ورحمة الله. تلميذي، جميع المقالات التي تقرأ بصوتك على هذه القناة تعبر عن رأي كاتبيها، وليس بالضرورة أن تعبر عن رأي القناة. ونختارها من أكثر المقالات التي تلقى قبولا لدى القراء على المواقع العامة أو الشخصية أو على مواقع التواصل الاجتماعي. ونحن في الإسهام في تنمية الثقافة العامة للجميع لغير المتدربين من القراءة أو المنتظرين من السماع، وذلك بنشر المقالات الصوتية. والسلام عليكم ورحمة الله.
اشترك معنا في قناتنا بالضغط على اشتراك لكي يصلك كل جديد على قناتنا بإذن الله.